إليكم أبرز العناوين. ريال مدريد يحسم التعاقد مع جوهرة سويدية رغم منافسة كبار أوروبا. ليل الفرنسي يحدد السعر النهائي لأيوب بوعدي. تقارير تكشف استراتيجية النادي الملكي تجاه المواهب الشابة. وفي آخر الفيديو سنتحدث عن مستقبل مشروع ريال مدريد خلال السنوات القادمة. هذه هي نشرة أخبار مدريديستا بالعربية اليوم، لكن قبل التفاصيل صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل. نبدأ بالخبر الأول، وهو الخبر الذي أثار اهتمام جماهير ريال مدريد خلال الساعات الأخيرة. نادي الملكي نجح في حسم التعاقد مع الموهبة السويدية ريمون أندرسون البالغ من العمر 16 سنة قادما من نادي بروما السويدي مقابل مبلغ يقارب 100,000 يورو فقط، في صفقة اعتبرتها الصحافة الأوروبية واحدة من التحركات الذكية التي قام بها ريال مدريد في سوق المواهب الشابة. اللاعب كان محل متابعة من عدة أندية أوروبية كبيرة، لكن ريال مدريد تحرك بسرعة وحسم الاتفاق قبل دخول المنافسة إلى مراحل أكثر تعقيدا، ما يجعل هذه الصفقة مثيرة للاهتمام. ليس فقط قيمة التعاقد المنخفضة، بل أيضا الثقة الكبيرة التي يضعها مسؤول النادي في قدرات اللاعب ومستقبله. أندرسون يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السويدية، ويتميز بقدرات فنية لفتت انتباه الكشافين خلال الفترة الماضية، ولهذا السبب قرر ريال مدريد التحرك مبكرا، وهي السياسة نفسها التي اتبعها سابقا مع عدد من المواهب والتي تحولت لاحقا إلى أسماء مهمة داخل الفريق الأول. ما يلفت الانتباه أن ريال مدريد لم يعد يركز فقط على النجوم الجاهزين، بل أصبح يولي أهمية كبيرة لاقتناص المواهب قبل انفجار قيمتها السوقية. الإدارة ترى أن الاستثمار المبكر في اللاعبين الشباب يمنح النادي أفضلية رياضية واقتصادية على المدى الطويل، خصوصا في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين في السوق الأوروبية. الجماهير قد لا تكون على دراية كاملة باسم ريموس أندرسون حاليا، لكن داخل الفالديباس هناك قناعة كبيرة بأن اللاعب يمتلك المقومات التي تسمح له بالتطور بشكل سريع خلال السنوات المقبلة، ولهذا السبب لم يتردد ريال مدريد في التحرك لحسم الصفقة رغم صغر سنه. أما الخبر الثاني فيخص واحدا من أكثر الأسماء تداولا بين جماهير ريال مدريد خلال الأسابيع الأخيرة، وهو أيوب بوعدي. التقارير القادمة من فرنسا أكدت أن نادي ليل حدد بشكل واضح القيمة التي قد تسمح بخروج اللاعب خلال الفترة المقبلة، وهي قيمة مرتفعة تعكس حجم الإيمان بإمكاناته ومستقبله. وتشير المعطيات إلى أن ريال مدريد ما زال من بين الأندية المهتمة بالملف، لكنه ليس الطرف الوحيد الموجود في السباق. بوعدي أصبح خلال فترة قصيرة جدا أحد أكثر المواهب المطلوبة في أوروبا. تألقه مع ناديه ومنتخب بلاده رفع من قيمته السوقية بشكل كبير، وجعل عدد من كبار القارة يراقبونه عن قرب. اللاعب يمتلك مزيجا نادرا من الجودة الفنية والشخصية القوية داخل الملعب، كما أن عمره الصغير يمنحه هامش تطور ضخمة، وهو ما يجعل الاستثمار فيه مغريا بالنسبة لأي ناد يبحث عن بناء مشروع طويل الأمد. لكن المشكلة بالنسبة لريال مدريد تكمن في أن سعر اللاعب ارتفع بسرعة كبيرة، وهذا يعني أن أي خطوة مستقبلية ستحتاج إلى دراسة دقيقة للغاية، خصوصا أن الإدارة لا تريد الدخول في مزايدة مالية مفتوحة مهما كانت جودة اللعب. ومن جهة نظري فإن الخبرين الأول والثاني مرتبطان بشكل مباشر. ريال مدريد يحاول دائما تحقيق التوازن بين اقتناص المواهب بأسعار معقولة وبين الاستثمار في أسماء أصبحت بالفعل مطلوبة عالميا. أنا أرى أن الصفقة السويدية تعكس ذكاء الإدارة أكثر من أي شيء آخر. النادي يحاول دائما الوصول إلى اللاعب قبل أن يصبح حديث أوروبا كلها. أما في حالة بوعدي فإن الوضع مختلف، لأن اللاعب أصبح بالفعل هدفا لكثير من الأندية، ولهذا السبب أعتقد أن الإدارة ستتعامل مع الملف بهدوء شديد. ريال مدريد لا يحب اتخاذ قرارات تحت ضغط الإعلام أو الجماهير، بل يفضل العمل وفق حسابات طويلة المدى. ننتقل الآن إلى الخبر الثالث. التقارير الإسبانية الأخيرة تؤكد أن سياسة ريال مدريد تجاه المواهب الشابة أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. النادي لا يبحث فقط عن أفضل اللاعبين الحاليين، بل يحاول بناء جيل كامل قادر على تمثيل الفريق خلال العقد القادم. هذا التوجه بدأ منذ سنوات من أسماء شابة أصبحت اليوم من أهم عناصر الفريق. النجاح الذي تحقق في هذه الملفات شجع الإدارة على مواصلة الاستثمار في المواهب بدلا من الاعتماد الكامل على الصفقات الضخمة. السبب الرئيسي وراء
وأن كرة القدم الحديثة أصبحت أكثر تعقيدا من الناحية الاقتصادية. أسعار اللاعبين الكبار ترتفع بشكل مستمر، بينما يمنح الاستثمار المبكر في المواهب فرصة لبناء فريق قوي بتكاليف أقل على المدى الطويل. ريال مدريد يدرك أيضا أن المنافسة الأوروبية أصبحت شرسة للغاية، ولذلك فإن امتلاك قاعدة قوية من اللاعبين الشباب يمنح النادي مرونة أكبر في التخطيط للمستقبل. الكشافون داخل النادي يعملون في عشرات الأسواق المختلفة حول العالم، من أمريكا الجنوبية إلى شمال أوروبا مرورا بإفريقيا. هناك متابعة مستمرة لأي لاعب يملك مقومات النجاح على أعلى المستوى. أما الخبر الرابع والأخير فيتعلق بالرؤية العامة للمشروع الرياضي داخل ريال مدريد. الإدارة ترى أن السنوات القادمة يجب أن تشهد استمرار المزج بين النجوم أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة. الهدف ليس فقط الفوز بالألقاب الحالية، بل ضمان استمرار القدرة على المنافسة لفترة طويلة. هناك قناعة داخل النادي بأن الاستقرار أهم من التغييرات العشوائية، ولهذا السبب نرى أن الكثير من القرارات الأخيرة يتم اتخاذها بعد دراسة طويلة، سواء تعلق الأمر بالتعاقدات أو بتطوير اللاعبين الموجودين بالفعل داخل الفريق. المشروع الحالي يعتمد على بناء فريق قادر على التجديد باستمرار. كلما اقترب لاعب من نهاية مسيرته يكون هناك لاعب شاب جاهز لأخذ مكانه. هذه الفلسفة هي التي سمحت لريال مدريد بالبقاء في القمة خلال فترات طويلة. ومن جهة نظري فإن الخبرين الثالث والرابع يكشفان السبب الحقيقي وراء نجاح ريال مدريد في السنوات الأخيرة. الأمر لا يتعلق فقط بالأموال أو بالأسماء الكبيرة، بل وجود خطة واضحة تمتد لسنوات طويلة. أنا أعتقد أن جماهير ريال مدريد يجب أن تنظر إلى ملف بوعدي والموهبة السويدية من زاوية واحدة، كلاهما يمثل جزءا من مشروع أكبر يهدف إلى الحفاظ على قوة الفريق مستقبلا. قد تنتج بعض الصفقات وقد تفشل أخرى، لكن الأهم هو أن النادي يملك رؤية واضحة لما يريد الوصول إليه، وهذه النقطة تحديدا هي ما يميز ريال مدريد عن كثير من الأندية الأخرى. أما بالنسبة لأيوب بوعدي فأرى أنه يملك كل المقومات التي تؤهله للعب في ريال مدريد مستقبلا، لكن السؤال الحقيقي ليس جودة اللاعب، ما إذا كانت الظروف المالية والتنافسية ستسمح بإتمام الصفقة في النهاية. والآن أريد أن أعرف رأيكم. لو كان القرار بيدكم، هل تفضلون أن يدفع ريال مدريد المبلغ المطلوب للتعاقد مع أيوب بوعدي، أم أن الأفضل هو مواصلة التركيز على المواهب الأقل تكلفة قبل انفجار أسعارها؟ وصلنا إلى نهاية نشرة اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى تصلكم جميع أخبار ريال مدريد أولا بأول. ونلتقي غدا في فيديو جديد ومزيد من الأخبار والتطورات الخاصة بالنادي الملكي.